هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. على الرغم من محاولاتها المستمرة منذ أن انتشرت الأنباء عن خيانة زوجها قدير دوغلو لها بالتظاهر بالقوة وأنها غير مهتمة بما حدث، بل حاولت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان آتاغول أن تدافع عن زوجها قدير دوغلو وأن تقلل كثيرا من الأمر كي توصل رسالة إلى جمهورها في تركيا بصفة خاصة وإلى الجمهور العالمي بصفة عامة بأنه من سابع المستحيلات أن يقدم زوجها وحبيبها الممثل التركي الوسيم قادير دوغلو على هذا الشيء مهما كان ضعيفا في تلك اللحظات، ولكن على ما يبدو أن والدة الفنانة التركية الحسناء نسليهان آتاغول لم يعجبها كثيرا تصرفات ابنتها وردة فعلها على خيانة قدير دوغلو لها، فأرادت أن تلقنها درسا قاسيا جدا، وذلك عندما خرجت إلى العلن. وعلى النقيض تماما من ردة فعل ابنتها، فأعلنت والدتها أن ابنتها الفنانة التركية الشهيرة حتى وإن كانت تتظاهر بالقوة وعدم الاهتمام، لكن ما يحدث على أرض الواقع مغايرا تماما، حيث قامت والدة نسليهان آتاغول وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت أن ابنتها تريد الطلاق، وأنها عاجلا أم آجلا سوف تفاجئ زوجها قدير دوغلو بطلب الطلاق. ويبدو أن تصرفات والدتها كانت ردة فعل طبيعية وتعبيرا تاما عن عدم رضاها عن الطريق الذي تسلكه ابنتها الفنانة نسليهان أتاغول مع قدير دوغلو، وأنها تتصرف بطريقة خاطئة عندما تهادنه أو تقلل مما حدث، لأن ذلك الأمر ليس أبدا في مصلحتها، وأن شريحة كبيرة جدا من الجمهور تعلم جيدا أن هناك شيئا ما قويا وصعبا قد حدث، وأن ما تفعله النجمة التركية نسليهان آتاغول ما هو إلا محاولة قوية منها لتهدئة الأمور بعضا من الوقت، حتى لا تعطي الفرصة للشامتين فيها والحاقدين عليها بالاستمتاع بما حدث ويحدث لها. ولكن على ما يبدو أن والدة الفنانة التركية فائقة الجمال نسليهان آتاغول هي من ستدفع ابنتها إلى طلب الطلاق من زوجها والانفصال عنه لعدة أسباب، ولعل من أهم تلك الأسباب هو حفظ كرامة ابنتها أمام جمهورها الكبير، والتي تأثرت كثيرا جدا عندما انتشرت أخبار عن خيانة زوجها قدير دوغلو لها، ثم بعد يومين خرجت وظهرت معه في أحد المطارات، وهو الأمر الذي على ما يبدو لم تحبذه ولم تحبه والدتها، ولم توافق ابنتها على ذلك التصرف، لذلك لم تجد إلا أن تخرج للعلن وتناقض تصرف ابنتها الهادئة نسليهان آتاغول كي تعلن بأن ابنتها سوف تطلب الطلاق في وقت قريب وتطلب الانفصال عن زوجها، وأن ما يجعلها لا تقدم على تلك الخطوة هو فقط أن الوقت لا يسمح بذلك الآن، ولكن عاجلا أو آجلا سوف تخرج الفنانة التركية نسليهان آتاغول وتعلن عن ذلك الأمر، لكنها تريد أن تأخذ بعضا من الوقت من أجل استيعاب الصدمة القوية التي تعرضت لها.